بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي اخواتي اللي متابعين معايا دورة البط، النهارده هننقل مكان البط. خلاص البوكس بقى صغير على الكمية. كل يوم بقوا عايزين الفرشة تتغير مرتين، فالنهارده هنقلهم في العشة اللي انتوا شايفينها دي مع الخمس فرخات. الخمس فرخات بتوعنا في الاول كده كانوا خايفين من البط جدا يا بنات، بس بعد كده يعني تعايشوا مع بعض والدنيا بقت تمام، مفيش اي مشاكل. انا قلت هجرب كده اول يوم، لو لقيتهم هيبهدلوا البط هنقل الفراخ لمكان تاني. فيديو البط اللي قبل ده جالي سؤال ان او مش سؤال، يعني هي زي ما تكون بتنصحني ان الفرشه هتدوت. طب انا ما بسيبش الفرشه يوم كامل يعني، او يومين. الفرشه البط اول يومين ما بيبقاش في سحب في العلف، فبالتالي ما بيبقاش في حمام اساسا، يعني حاجه بسيطه. فالفتره اطول فتره الفرشه بتقعد زي ما هي، ما بغيرهاش، اللي هم اول يومين اللي البط بيبقى لسه طالع فيهم. بعد كده الفرشة يوميا بتتغير لحد ما خلاص الاقي ان الفرشة ممكن تتغير مرتين في اليوم. فببدأ اوسع المكان يا بنات، او اغير المكان خالص زي ما انتوا شايفين. يعني النهاردة اليوم العاشر للبط بتاعنا. الفرشة اللي انا كنت بحطها في البوكس يا بنات دي حتت كده من سجاد متقطع، بشيل الفرشة من تحتهم، اغسلها وانشرها في الشمس. يعني عمرها ما بسيبها ان هي توصل للمرحلة دي اساسا. انت لما تسيبي الفرشة توصل تحت البط للدرجة دي، فاعرفي ان البط هيجيله كساح، هيبقى عرضة لأمراض اكتر. فانت دايما تهتمي بالنظافة بتاعة الفرشة بتاعة البط. طبعا انا قبل ما انزلهم هنا بيوم يا بنات شلت اللمبة ال50، يعني انا سبتهم حوالي 3 4 ايام في لمبة 100، ويومين في لمبة 50، ويومين 3 في لمبة بيضة، يعني اللي هي بتعمل اضاءة بس. النهاردة انا حاطة في العشة دي لمبة 100، هتفضل معاهم برضو يومين 3 لحد ما ياخدوا على المكان كده، بحيث ان هما ما ياخدوش مننا دور برد. وبعد كده هطفيها خالص يا بنات. ممكن احط لمبة بيضة تنور، وممكن استغنى عنها خالص لو لقيت الاضاءة الطبيعية داخلة العشة. النهاردة كمان هنضيف لهم اضافات كده تقوي المناعة، مضاد حيوي زي الثوم والبصل وحبة البركة. حبة البركة زي ما اتفقنا دواء لكل داء، وهنا انا بحط الحاجات دي كوقاية. معاك مطهر طبيعي للامعاء، بيرفعوا المناعة، بيقللوا اي نزلات برد، بيحسنوا الهضم. وعلى المية يا بنات كمان حطيت يعني عصير نص ليمون. الليمون بيعمل فيتامين سي طبيعي، بيساعد الجسم يقاوم الإجهاد يعني. وانتي بتنقلي الطيور من مكان لمكان، حاولي تحطي حاجات كده وقاية. ما نستناش بقى لما ياخدوا مننا دور برد او اي حاجة، فاحنا نكون عندنا استعداد لكل حاجة بحيث ما نلجأش للأدوية. زي ما بقول لكم دايما يعني، ركزي مع الطيور كده، يعني تاخدي بالك من الحمام، تاخدي بالك من الأرضية، تاخدي بالك من التدفئة. ما يبقاش في هواء مباشر، الأرض تكون ناشفة ومفيش مية، يعني مفيش رطوبة. كمان التهوية كويسة من غير برد داخل عليهم. البط أكتر حاجة بتتعبه في الشتاء هي الرطوبة. كمان البط ما بيبقاش عايز تكتيل ولا درجة حرارة عالية. زي ما قلت لكم انا هسيب اللمبة الحمراء اول يومين، يعني ممكن تاني يوم اكون شايلاها على طول يا بنات. زي ما شايفين كده الفراخ كانت خايفة جدا من البط، بس زي ما قلت لكم فضلت متابعاهم اليوم كامل، والحمد لله يعني ايه، بقوا اخوات وحبايب خلاص، وبياكلوا في طبق واحد. فانت حافظة على الطيور بتاعتك من البرد. الارضية زي ما اتفقنا تكون دايما ناشفة ونظيفة. حاولي ترفعي السقايات. لو حسيت ان في برد شديد بحط لمبة حمراء، اللي هي 100 او 50 على حسب مساحة المكان والعدد اللي عندك. واهم حاجة النظافة ثم النظافة ثم النظافة. اي رطوبة بتساوي مشاكل، يعني مشاكل تنفسية، كساح، كل الامراض بتلاقيها. وكمان البط لما بيكون متغذي كويس ومكانه دافي ونضيف، مناعته بتبقى قوية جدا، وما بيحتاجش يعني ما بيحتاجش تدخل كتير ولا ادوية ولا اعشاب كمان. التربية الصح مش أدوية كتير، التربية الصح إدارة كويسة. يعني كل حاجة كده تخلي بالك منها، تهتمي بيها، هتديكي دورة كويسة، إنتاج أوزان أعلى، وبأقل تكلفة على قد ما نقدر. مش ما أقدرش أقولك بدون تكلفة، ولا أقدر أقولك اعتمد على بدائل العلف. لا، أنا من أول فيديو على القناة قلتلك أنت أكلي البط كويس. أول شهرين اهتمي بالأكل بتاع البط، وبعد كده بنبدأ نضيف له إضافات تدريجية. يعني أنا العلف البادي والنانو والتسمين بيفضلوا معايا من أول يوم لآخر يوم يا بنات.
اول شهرين زي ما اتفقنا بنأكل علف صافي. بعد كده ببدأ اعمل خلطات بالتدريج لحد ما ربع الكمية بتكون علف والتلات ارباع بتكون اضافات زي العيش والذرة والحاجات اللي ذكرتها معاكم في البط الكبير. بكده هتطلعي دورة سريعة، يعني على 3 شهور ونص 4 شهور بالكتير بط بلدي هتاكلي منه اوزان ممتازة جدا، وبدون نافق وبدون اي ادوية بامر الله. البط من الحاجات اللي تربيتها سهلة جدا جدا، يعني سهلة عن الفراخ البيضة مليون مرة. إيه كمان اكله حلو، بس للأسف معظم ولادنا بيحبوا الفراخ البيضة فبنضطر ان احنا نجيبها، رغم ان اكل الفراخ البيضة اساسا يعني لو جينا للاساس هي مضرة. طالعة على هرمونات، حاجة بتكبر في 30 يوم، مش زي حاجة بتكبر على مهلها كده في 3 4 شهور. واحيانا الدورة بتزيد اكتر من كده. وفي انواع بط بتكون بتطلع على 3 شهور بس، في انواع بط ممكن تفضل معاكي 6 شهور على ما تذبحيها، وده كله بيكون حسب التغذية ونوع البط اساسي طبعا. اول يوم نقلت في البط يا بنات تابعته اليوم كامل لحد ما اطمنت كده ان التدفئة مظبوطة. قفلت السلك اللي في العشة، الباب معمول بالسلك وحيطة العشة من عند البط كمان معمولة بسلك، فقفلتها بحاجات كده بحيث ان الهواء ما يبقاش مباشر على البط. برضو بعد 3 4 ايام بعد اسبوع كل ما البط يكبر في السن هشيل التقفيل ده خالص، بحيث ان احنا عايزين نحافظ عليه كمان 10 ايام. وبعد كده بقى مرمطيه براحتك، انتي اسستيه خلاص هيتحمل معاكي بقى برد وحر وكل حاجة. وما استعملناش تحصينات ولا اي حاجة. بنات اللي متابع معايا الدورة دي من اولها ضفنا بديل التحصينات اعشاب من البيت، ومكملين في البدائل الطبيعية من البيت. يعني مرة في الاسبوع حطي بصل، حطي توم، ليمون على المية. برضو الكركم وحبة البركة والسمسم والحاجات دي كلها تفضل مكملة معاكي لاخر الدورة. يعني حاجات بسيطة كده على العلف كل اسبوع مرة او مرتين، وبكميات بسيطة خالص يا بنات، يعني ما تكتريش. يعني انا هنا حاطه حوالي نص كيلو من العلف، حاطه فصين من الثوم وحوالي نص بصلايه كبيره، يعني مش بصلايه كامله، نص بصلايه كبيره او تكون بصلايه وسط كده. وحطيت عصير نص ليمونه على السقايه، بحيث ان احنا نحافظ على البط بتاعنا ما يجيلوش برد، وخصوصا واحنا بننقله من مكان لمكان. الايام دي طبعا احنا في امشير، الواحد محسش ببرد زي اليومين دول، فلازم نكون واخدين بالنا كده. سواء عندك فراخ بيضة، فراخ بلدي، بط اي نوع، لازم ان تكوني متابعاه ودايما عينك على كل حاجة. البط واخد جنب، البط منتشر في المكان، سحبه في العلف عامل ازاي. طبعا بعد اول 3 ايام البط بياكل وبيسحب في العلف، فتاخدي بالك من كل الحاجات دي. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. قولولي لو عندكم بط هو عمر كام يوم، وعايزين ننزل معاكم او اشارككم ايه في الفيديوهات اللي جايه. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما تستخسروش في اختكم سوزان اللايك ودعوه حلوه كده في التعليقات، وصلوا كتير على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده. وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كلها حاجات من البيت مش هتكلفك. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. مع السلامة.